بسم الله الرحمن الرحيم. انا كلامي يا جماعه النهارده طالع عشان اتكلم على الزمركاويه الكيوت. ايوه زي ما سمعت كده الزمركاويه الكيوت اللي هم جيل التيك توك اللي احنا عليه دلوقتي، اللي انا بكلمك من عليه دلوقتي. في شويه جيل طالع كده انا مسميهم جيل التيك توك. طب الناس دي بتعمل ايه؟ انا بقالي 3 ايام سامع مناحه والناس وعيال عماله مش عارف مرتضى والدنيا بقى. احنا عارفين. انت اول مره تعرف ان مرتضى مبوظ النادي ولا ايه؟ انت اول مره تعرف ان مرتضى بيسمسر هو وعياله من النادي ولا ايه؟ ما انتوا عارفين كده من زمان. ايه الجديد يعني؟ ايه المناحه اللي عاملينها على امام عاشور؟ راح الاهلي، امام عاشور ساب الزمالك، امام بقى خان الزمالك، ما يروح الاهلي ولا يطلع مين امام عاشور ده يا ابني؟ مين يا ابني امام عاشور ده؟ هيجي ايه يا ابني جنب طارق حامد ده يا ابني؟ يا ابني انتوا هبل، انتوا مجانين. عمل ايه انجازاته؟ ايه البطولات اللي اخدها امام عاشور ده؟ ها؟ اخد معاك ايه؟ دوري واتنين كاس؟ عمل ايه امام عاشور؟ ده الكونفدراليه ما كانش بيشارك معاك فيها يا ابني. في ايه يا ابني اللي انتوا عاملينه ده؟ ده رضا عبد القلب جلال انت قلت له لما راح الاهلي جمهور الزمالك ما عملش كده. حماده عبد اللطيف امهر من انجبت الكره المصريه اعتزل ونادي الزمالك كمل وما عبرش ببانه. حازم امام امبراطور الكره المصريه اعتزل ونادي الزمالك مكمل بشيكابالا وجمال حمزه ووي وي وي وي. انتوا نادي الزمالك يا ابني. امام عاشور مين يا ابني اللي تسال عليه فوق يا اولاد ميتين الكلب؟ منك لله يا مرتضى يا منصور يا اللي فرقت الجمهور يا ابن المره الوسخه. اشوف فيك يوم انت وعيالك اللي خليك جمهور الزمالك ينقسم على لاعب. منك لله اشوف فيك يوم يا مرتضى انت وعيالك ان خليك جمهور الزمالك ينقسم على لاعب. وان النهارده اتعزلت وبكره ليك قضيه. بكره لو اتحكم عليك بيوم بس حبس يا مرتضى انت مالكش دخول نادي الزمالك نهائي. يعني النهارده اتأيد حكم عزلك، بكره في حكم اللي هو بتاع سب وقصف الخطيب. لو اخدت يوم انت مالكش، يعني لو خدت ساعه حبس انت مالكش في نادي الزمالك قومه تاني. ويا رب بحاجه ربنا نقوم بكره على يوم اسعد يوم في تاريخ الزملكاويه. وبالنسبه للزملكاويه الكيوت بتوع التيك توك، روح يا حبيبي سلم لي على امك وقول لها معلش نادي الزمالك ما بيقفش على حد. سلام يا ابنها.